لينا بن مهني أستاذ الدافع على صوت المفكرين والمهمشين والمضطهدين، نحبوا كلمة على احتجاجات المكنسي. بالطبيعة أنا جيت اليوم باش نواكب الاحتجاجات هذه بعد ما سمعت القمع وتعرض الناس لاعتداءات بوليسية معناها لعدة ليالي في المكنسي. كما نعرفوا معناها التحركات الاجتماعية حق مشروع، نعرفوا للأسف بعد 6 سنين الناس ما زالت تعاني، كان ما زادتش المعاناة، ومن حقه المواطن كي يبدا يعاني باش يوصل صوته، من حقه يقول شغل حرية وكرامة وطنية. دونك للأسف فما برشا كذب ومغالطات وتشويه قاعد يصير. أنا اليوم جيت وشفت بعيني كيفاش المكنسي ما فيها حتى شيء مكسر، حتى شيء محروق، ناس تحكي على دواعش وعلى حرقان وتكسير وكل شيء. هاني جيت هاني شفت ما فما حتى شيء، اللي دائما نجموا كان نساندوا التحركات الاجتماعيه هذه الاحتجاجيه، خاطر بالحق واحد كي ما يلقاش حل لازم يحتج، حقه انه يحتج. شنو ممكن تقولوا للحكوميين كل الناس اللي تدافع على الاصوات هذه معناتها ازاء تحركات المكنسي؟ كما قلت هذه تحركات احتجاجيه سلميه، ما نعرفش كما سمعت انا اليوم بالكشي فما معناها سمعت اللي فما ميليشيات تجي في الليل وهي تحاول تبث الفوضى، اولاد المكنسي قاعدين يصدوا في الناس هذوما. نقول كما قلت تحركات هذه احتجاجيه اجتماعيه، وواجبنا الناس الكل كحقوقيين باش نساندوا الناس هذوما ونقفوا معاهم ونوريوا الحقيقه. ما فماش عنف، ما فما حتى شيء. علاش اللاكريموجين هابط في الديار وعلاش التعزيزات الامنيه الوغ كو الناس قاعده تطالب بحقها، هي حقها هذا. يعطيك الصحه، كنت معنا في صحة المكنسي ثوريه. بارك الله فيك.